مرحبا بكم أصدقائي في قناة مريومة للتريكو والكروشيه. النهاردة هنتعلم غرزة جديدة من غرز الضفاير. هي بتدخل في الشغل الرجالي والشغل الحريمي، ويمكن بتدخل في الشغل الرجالي كمان أكتر، سكارفات أو طواقي أو بلوفرات. الغرزة دي سهلة وبسيطة خالص، هنتعلمها مع بعض دلوقتي خطوة خطوة. هي مضاعفات الرقم 26. فانا عملت لكم وحدة قدامكم علشان نتعلم ازاي نعملها، وعلشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. نبتدي مع بعض. حبيبي هبتدي اعمل 26 غرزة بداية على الابرة زي ما احنا عارفين. سطر البداية كده بالشكل ده، واللي مش عارفه ويحب يتعلمه هيلاقي اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف في اسفل الفيديو. هعمل بالطريقة دي 26 غرزة كده بالشكل ده. انا عملت اهو 26 غرزة. هبتدي اعمل سطر بليسيه كده عشان الغرز ما تبرمش مني. هعمل مثلا غرزة معدولة وغرزة مقلوبة كده، اهو حبايبي بالشكل ده. انا عملت ستور بليسيه، واي شغل تريكو حبايبي لازما يتعمل سطرين او 3 بليسيه في الاول علشان الشغل ما يبرمش مننا بعد كده. وعملت كمان هنا سطر كله مقلوب اهو بالشكل ده واضح اهو، عشان يبان لي في عدلة الشغل هنا كله معدول، وابتدي اقسم عليه الغرزة بتاعتي. بداية الغرزة كده بتقول 7 غرز مقلوبين كده. ادي 1 2 3 4 5 6 7. خلاص هشتغل غرزتين عدل. ادي 1 2. هنلقط غرزتين كده اهو على ابرة احتياطي، واللي ما عندوش الابرة دي ممكن يستعمل بنسة شعر اهو بالشكل دوت. اخليهم في خلف الشغل كده واشتغل غرزتين عدل. ادي 1 ادي 2. هرجع الغرزتين دول واشتغلهم غرزتين عدل. 1 2. هنلقط غرزتين كمان، بس الغرزتين دول هنخليهم في امام الشغل يعني قدامي كده بالشكل ده. وبعد كده هشتغل برضو غرزتين عدل. ادي 1 2. هرجع الغرزتين دول على الابرة بالشكل ده كده وهشتغلهم برضو عدل 1 2. اشتغل بعد كده غرزتين عدلين 1 2، وبعدين غرزتين مقلوبين 1 2، وبعدين 5 غرز مقلوبين 1 2 3 4 5. هقلب الشغل بتاعي بالشكل ده هنا، وابتدي اشتغل الغرز زي ما انا شايفاها قدامي. المعدولة معدولة والمقلوبة مقلوبة اهو. 7 غرز المقلوبين في امام الشغل يبانوا في خلف الشغل عدل. 4 5 6 7. هبص للغرز بعد كده
هشوفها الاقيها كلها مقلوبة، هشتغلها مقلوبة اهو. اهو بعد كده اهوت الغرزة دي معدولة، هعملها معدولة، والغرزة اللي بعديها برضو معدولة، يبقى دول السبع غرز اللي هما المقلوبين هيبانوا عندي هنا معدولين اهو. السطر التالت حبايبي برضو 7 غرز مقلوبين، 1 2 3 4 5 6 7. هنلقط غرزتين كده للخلف الشكل ده اهو، وهشتغل بعديهم غرزتين عدل، 1 2. هرجع الغرزتين دول واشتغلهم غرز مقلوبة، ارجع الفتلة كده قدامي واعمل ادي اول غرزة مقلوبة وادي تاني غرزة مقلوبة. هشتغل 4 غرز عدل، 1 2 3 4. هنلقط غرزتين 1 2 واخليهم قدامي كده، وبعدين هشتغل غرزتين اللي بعديهم مقلوبين كده، 1 2. هرجع الغرزتين دول كده على الإبرة بالشكل ده، وهشتغلهم غرزتين عدلين كده، رجع الفتلة غرزتين عدلين، وبعد كده هعمل ال7 غرز دول مقلوبين، 1 2 3 4 5 6 7. هقلب الشغل وهشتغل برضو المقلوب مقلوب والمعدول معدول اهو، 1 2 3 4 5 6 7. اشتغل بقى الغرزة اللي بعديها مقلوبة اهي، واللي بعديها مقلوبة برضو، اللي بعديها عدلة، واللي بعديها عدلة، اللي بعديها مقلوبة مقلوبة مقلوبة، واللي بعديها برضو مقلوبة، اللي بعديها غرزة عدلة اهي، واللي بعديها غرزة عدلة، واللي بعديها مقلوبة مقلوبة، دي غرزة عدلة ودي عدلة، اللي هما ال7 غرز اللي كانوا مقلوبين هيبقوا عدلين. كده خلصنا السطر الثالث والرابع. هنعمل السطر الخامس، هعمل 6 غرز مقلوبين، ادي 1 2 3 4 5 6. هلقط غرزة واحدة كده واحطها في خلف الشغل واشتغل غرزتين عدل، 1 2. هرجع الغرزة اللي انا لقطاها برا الشغل اهي على الابرة
واشتغلها غرزة مقلوبة، وبعدين هشتغل غرزتين مقلوبين كده، وبعدين نلقط غرزتين للخلف كده، واشتغل بعديهم غرزتين عدل، 1 2، هرجع الغرزتين واشتغلهم عدل، ادي 1 2، واشتغل غرزتين بعد كده مقلوبين، ادي 1 2، هلقط غرزتين كده واخليهم في قدام الشغل كده، واشتغل غرزة واحدة مقلوبة، هرجع الغرزتين كده واشتغلهم عدل، ادي 1 2، هيتبقى عندي 6 غرز هشتغلهم مقلوبين، 1 2 3 4 5 6. اشتغل السطر السادس زي ما انا شايفة الشغل، المقلوب مقلوب والمعدول معدول. يا حبايبي 6 غرز الاولانيين عدل، ادي 1 2 3 4 5 6. بعد كده في غرزة مقلوبة اهي، الغرزة اللي بعديها برضو مقلوبة، الغرزة اللي بعديها عدلة، الغرزة اللي بعديها عدلة، واللي بعديها عدلة، وبعدين غرزة مقلوبة، والغرزة اللي بعديها مقلوبة برضو، واللي بعديها مقلوبة، واللي بعديها مقلوبة، اللي بعديها غرزة عدلة، وغرزة عدلة، وغرزة عدلة، وبعد كده مقلوبة، غرزة مقلوبة اللي بعديها برضو، وبعدين 6 غرز اللي هما عدل. السطر السابع حبايبي هعمل 5 غرز مقلوبين، 1 2 3 4 5. هنلقط غرزة كده للخلف، واشتغل بعد كده غرزتين عدل، ادي 1 2، هرجع الغرزة وهشتغلها غرزة مقلوبة كده حبايبي اهو، وهشتغل بعد كده 3 غرز مقلوبين، 1 2 3، وبعد كده 4 غرز عدل، 1 2 3 4، و3 غرز مقلوبين، 1 2 3. هنلقط غرزتين واخليهم قدامي كده، واشتغل غرزة واحدة مقلوبة كده حبايبي، هرجع الغرزتين كده واشتغلهم غرز عدلة، 1 2، واشتغل بعد كده 5 غرز
مقلوبين. 1 2 3 4 5. شغل السطر الثامن. السطر الثامن زي ما احنا عارفين اللي هو خلف الشغل، المعدول معدول والمقلوب مقلوب. دي غرزة مقلوبة ودي غرزة مقلوبة، اللي بعديها غرزة عدلة، غرزة عدلة، غرزة عدلة، وادي كمان غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، غرزة مقلوبة، غرزة مقلوبة، غرزة مقلوبة، غرزة عدلة. 1 2 3. بعد كده في واحدة كمان عدلة اهي. بعد كده غرز مقلوبة. 1 2. وهشتغل بعد كده ال5 غرز عدل. 1 2 3 4 5. كده وصلنا للسطر الكام؟ السطر التاسع. هعمل 5 غرز مقلوبين. 1 2 3 4 5. هعمل بعد ال5 الغرز المقلوبين هعمل غرزتين عدل. 1 2. وهعمل 4 غرز مقلوبين. 1 2 3 4. هنلقط غرزتين واخليهم في خلف الشغل كده، واشتغل بعدهم غرزتين عدل. ادي 1 2. هرجع الغرزتين واشتغلهم غرز عدلة اهم كده. ادي 1 2. وهشتغل 4 غرز مقلوبين. 1 2 3 4. غرزتين عدلين، وبعد كده ال5 غرز مقلوبين. 1 2 3 4 5. هقلب الشغل بتاعي السطر العاشر. هعمل برضو المقلوب مقلوب والمعدول معدول. دي كلها غرز معدولة اهي كده كده. في ادي غرزة مقلوبة وادي غرزة كمان مقلوبة. بعد كده ادي غرزة معدولة. 1 2 3 4. وبعدين ادي غرزة مقلوبة وغرزة مقلوبة، غرزة مقلوبة، غرزة مقلوبة، وبعدين ادي غرزة عدلة. 1 2 3 4. وبعدين ادي غرزتين مقلوبين. 1 2. وال5 غرز اللي هما العدل. 2 3 4 5. اجي السطر ال11. حبايبي هعمل 5 غرز مقلوبين. ادي 1 2 3 4 5. هنلقط غرزتين. ادي 1 2 واخليهم قدامي كده،
وهعمل بعدهم غرزتين مقلوبين، 1 2. هرجع الغرزتين واشتغلهم عدل، 1 وادي التانية. هلقط غرزتين للخلف كده، خليهم خلف الشغل، خليهم خلف الشغل بالشكل ده، واشتغل غرزتين عدل، ادي 1 2. هرجع الغرزتين واشتغلهم غرزتين عدل، 1 2. هلقط بعد كده غرزتين، خليهم في امام الشغل بالشكل ده، واشتغل الغرزتين اللي بعديهم عدل، 1 2. هرجع الغرزتين على الابرة وهشتغلهم برضو عدل، ادي 1 ادي 2. هنلقط بعد كده غرزتين برضو اهو كده، ونخليهم في خلف الشغل الشكل ده كده ورا، وبعدين هشتغل الغرزتين اللي بعديهم غرزتين عدل، 1 2. ارجع بعد كده الغرزتين اللي على الابرة الاحتياطي واشتغلهم غرزتين مقلوبين اهو حبايبي كده اهو، هشتغلهم غرزتين مقلوبين كده، ادي 1 وادي التانية. وبعد كده هشتغل 5 غرز مقلوبين، 1 2 3 4 5. هاجي لخلف الشغل وهشتغل برضو المقلوب مقلوب والمعدول معدول. كده حبايبي تبقى انتهت الضفيرة بتاعتنا بالشكل ده اهو، ادي شكلها. نبتدي بعد كده بقى من اول السطر الاول مرة تانية ونعمل 12 سطر. يا حبايبي دي كانت شكل الغرزة بعد ما خلصت اهي بالشكل ده. ممكن نعمل الغرزة ديت وممكن نعمل جنبيها اي غرزة تانية تبقى بسيطة وسهلة، او نوع تاني من الضفاير ممكن نعمله برضو جنبيها. ياريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك، ولو حابين تشتركوا معنا في القناة دوسوا على كلمة اشتراك، ودوسوا كمان على الجرس علشان تفعلوه عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد احنا بنعمله. شكرا لكم حبايبي ولمتابعتكم وربنا معاكم.